ازاي استخدم حقن التخسيس؟ اول حاجه هنتكلم فيها هو مكان الحقنه، والحقن دي بتتاخد تحت الجلد، يعني ولا في العضل ولا في الوريد. لا اما بناخدها في الدراع، لا اما بناخدها حوالين السره، بتحط صباعين جنب السره يمين وشمال، لا اما في الفخده خدها هنا. مهم جدا ان انا اغير المكان اللي انا باخد فيه كل اسبوع، يعني لو اخدتها في الجنب اليمين اخدها في الشمال الاسبوع اللي بعده، لو اخدتها هنا وهنا ممكن اخدها في دراعي. خطوات الحقن الصح: هنضف المكان كويس اللي انا هاخد فيه الحقنه، همسك القلم مستقيم، القلم ده للتجربه فما تخافوش مش هحقن نفسي. انا شلت الغطا، لما بحط القلم على جسمي لازم ابقى دايس كده اهو عليه، ولما بضغط بصوا القلم بيحصل له ايه، اللون الاصفر ده بيبان، بيعدوا لغايه ما هتسمعوا تكه تانيه دلوقتي. مع التكه التانيه دي هستنى 3 ثواني واشيل القلم. تالت حاجه بقى عايز اكلمكم فيها هو التوقيت. الدواء دوت متظبط ان يتاخد مره واحده في الاسبوع، نفس اليوم كل اسبوع، مش مهم بعد الاكل ولا قبله. اوعى تاخد الجرعه الضعف لو فوتت يوم او نسيت يوم او يومين، انت هتاخد جرعه واحده بس وانسى اللي انت فوتته. وما تنسوش تخزنوا القلم ده في التلاجة. نقط مهمة نتكلم فيها: الحقن دي مش لعبة، لازم الدكتور اللي يكتبها، لازم متابعة مع الدكتورة عشان الأعراض الجانبية، ومش لأي حد عايز يخس بسرعة ياخدها. وما تنسوش اكتبوا لي أسئلتكم في الكومنتات، ممكن تكون موضوع الحلقة اللي جاية. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. أشوفكم الفيديو اللي جاي.